السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. كشف أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات لاعب الأهلي عن تقدمه باستئناف على حكم الحبس الذي صدر ضد موكله اليوم الخميس. وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت حكما اليوم الخميس بمعاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100,000 جنيه، بالإضافة إلى حرمان حسين الشحات من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات في اتهامه بالتعدي على المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي. وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع يلا كورة: سنقدم استئنافا على حكم المحكمة بشكل رسمي. وكان الأهلي قد التقى مع بيراميدز مساء يوم 23 يوليو من العام الماضي ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. وشهدت هذه المباراة أزمة كبيرة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي بعد إطلاق صافرة النهاية، إذ التقطت شاشات الكاميرات لاعب الأهلي يعتدي على محمد الشيبي بالسب والضرب، مما استدعى إيقاف لاعب النادي الأهلي مباراتين كعقوبة من رابطة الأندية. ورغم ذلك قرر محمد الشيبي ونادي بيراميدز تصعيد الأمر قضائيا من أجل الحفاظ على حق لاعب بيراميدز.